مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض الكبة النية. مقبلات جدا بسيطة وسهلة وطعمة جدا طيبة. بتلاقوا المقادير كلها مكتوبة تحت بصندوق الوصف. بالبداية أنا عندي هذا البرغل اللي هو البرغل الأسمر. أنعم شي يعني أنعم درجة، ممكن تستخدموا انتو كمان البرغل الأبيض. أنا حطيت كاسة من البرغل، حطيت عليه كاسة من المي وتركته نقعته تقريبا نص ساعة. رح ضيف عليهم هلا معلقة من دبس البندورة ودبس الفليفلة ودبس الرمان، وبالمعلقة صغيرة لحط ملح، فليفلة حمرا، 7 بهارات وكمون، وخلطهم هلا مع بعض. بعد ما خلطته وصارت بهالشكل، هلا بدي يصير اعجنها بايدي، بدي ادعكها منيح. بدي يعني حبة البرغل تنهرس تماما لحتى تصير عندي ناعمة وطرية. وبدي احط هلا كمان عليه نص كاسة من زيت الزيتون، وكفي دعكة منيح. هلا انا كمان عندي بصلة على النار، حطيتها برشتها وعم قليها. ما بدي قليها كتير لحتى تتحمر، بس بدي اياها البصلة تدبل عندي شوي. هلا رح اضيف عليها البصلة وكمل اعجنها. بعد ما صارت هلا هيك بهالشكل، يعني فيكن انتو اذا بدكن بتحبوها يعني تعملوا مثل الكبة هيك، يعني تعملوه بايدكن، تشكلوه بايدكن تصير مثل الكبة، او تعملوا مثلي. انا عندي هاد الجات رح احطهم فيها بهالشكل. وهذا بيرجع لكم الطريقة اللي بدكن تقدموها فيها. بعد ما حطيتهم هيك، هلا انا بدي زينها. التزيين بيرجع لكم. رح صير انا اعملها هيك شوي بالمعلقة، لانه هلا انا بدي احط عليه زيت الزيتون كمان، فمشان ينزل فيها يعني. بعد ما صارت هيك، انا بدي احط شوي من النعناع بالنص، بيعطيها منظر حلو. ولو حط عليها زيت الزيتون، طبعا اللي بيطيبه هو زيت الزيتون. بتخلوه جنبكن، وكل ما بنقصكن شوي بترجعوا بتضيفوه. وبس، هذا هو طبقنا لليوم. شايفين كيف سهل وبسيط؟ إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك. بحبكن نشوفكم بالفيديو الجاي.